الملك فيصل الثاني وكربلاء قصر الرحاب ليلة العشاء الأخير. مش هنتكلم عن الملك فيصل ولا هنتكلم على العشاء الأخير ولا إن الأميرة بديعة كانت الناجية الوحيدة وروحت. هنقول الكلمات اللي قالتها السيدة الكبيرة في السن الأميرة نفيسة جدة الملك فيصل لما حصروا القصر وما كانوش ضمن الحركة العسكرية، ومجرد إنهم سمعوا في راديو الحركة العسكرية في فرقة كانت بقيادة المحتل نفسيا وعقليا، وده أثبتته التاريخ يعني. عبد الستار العبوسي حاصروا القصر وضربوا النار، فهو الملك استسلم للحركة وخرجوا للجنين على أساس إن هم هيسلموا نفسهم. آه، المؤثر جدا واللي ما بقدرش أمسك نفسي وأنا بسمعه كلمات الأميرة نفيسة جدة الملك فيصل، إنها جابت المصحف ودعته على رأسه وقالت لهم إن هو ملككم وإن هو ابن نبيكم وتعملوش كربلاء جديدة في العراق. ومع ذلك المختل عبد الستار العبوسي لم يقتر إلا إنهم من أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه هيصنع كربلاء جديدة وإن الدم هتفضل في العراق وهتلوث بالكامل. أطلق نيران عشوائية على درجة إنه هو قتل بعض الضباط اللي كانوا معاه. دي كانت المأساة وكده خلص الكلام. سلام.